يا مساء الفل واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وملف جديد من بودكاست الارشيف. يلا بينا ندخل في موضوع الحلقه. مش هنتكلم كتير، اللي ما عملش لايك ينزل يعمل لايك دلوقتي، اللي ما عملش سبسكرايب ينزل يعمل سبسكرايب، اعملوا شير لو شايفين ان البودكاست ده يستاهل ان الناس تعرف بيه. انتوا دلوقتي بتسمعوا بودكاست الارشيف ومعاكم خالد محمد، ويلا بينا نبدا في حلقه النهارده. الاسبوع اللي فات كنت سايق عربيتي وراجع من عيد ميلاد جدتي. اسرتي كلهم عايشين قريب من بعض، انا الوحيد اللي عايش بعيد عنهم بحوالي 5 ساعات. كنت مقرر اقضي معاهم الليله واتغدى معاهم تاني يوم وبعدين ابقى اسافر، لكن للاسف اتخانقت مع اخويا خناقه كبيره. اعتقد ان دي اسوأ خناقه مرت علينا، واهلي كعادتهم دايما وقفوا في صفه زي ما بيعملوا كل مره. قررت اسيب لهم الحفله وامشي. الساعه كانت 10 بالليل تقريبا لما قررت امشي واسيب البيت. قرب منتصف الليل بدات اندم على قراري. الوقت كان متاخر ولسه 3 ساعات وانا تعبان جدا. قررت اتوقف عند اي فندق واقضي الليله فيه، لكن الطريق ما كانش فيه اي فنادق. طريق فاضي ومهجور ومليان غابات وبيوت مهجورة. للأسف مفيش أي مكان أقضي فيه الليلة. ساعتها كنت في أطول وأكتر بقعة مظلمة في الطريق كله. طريق طويل مظلم، مفيش فيه أي علامات على وجود بشر أو مزارع أو أي حاجة يعني. بدأت أفكر إني أوقف العربية وأنام فيها شوية، ولما أصحى أكمل طريقي. فضلت أقاوم الفكرة لأني ببساطة كنت خايف. كنت بحاول أفوق نفسي، فتحت الشباك كله، غنيت مع الراديو بصوت عالي، لطشت نفسي بالقلم كذا مرة. المشكلة إن الحاجات دي مش بتفوق، عينيا لازالت بتقفل بقوة. مش هقدر أقاوم النوم غير لدقايق بس، وبعد كده هبقى ضحية النوم. ساعتها خدت القرار، وقفت العربية وخرجت منها. أنا عايز أنام، عايز أنام يا جميل عايز أنام. لسه قدامي ساعات سواقة طويلة لحد ما أوصل لأقرب مكان مأهول. مش هينفع أنام هنا أبدا. مشيت بعيد عن العربية شوية. مش عارف ازاي اخدت القرار ده، اني اسيب العربية واتمشى في مكان مهجور ومظلم، لكنه كان خيار افضل من النوم في العربية او اني انام وانا سايق واعمل حادثة. الطريق كان مليان اشجار ضخمة قديمة، القمر مكتمل والظلال مغطية الطريق كله وبتتهز مع الرياح. مشيت وسط الشجر، مش عارف رايح فين، بس كنت بدخل وسط الاشجار اكتر واكتر. الهوا ما كانش بارد زي ما كنت متوقع. بصيت ورايا ناحية العربية اللي كنت سايب نورها مفتوح علشان أقدر أحدد مكانها وسط الضلمة. صوت ورق الشجر وهو بيتطاير وسط الرياح كان غريب، بس ده ما كانش الصوت الوحيد. وقفت مكاني بهدوء وبدأت أسمع. ما سمعتش حاجة، يمكن بتخيل. قبل ما أتحرك من مكاني سمعته تاني. كان صوت زي صوت صفارة أو لحن غريب مش مفهوم. جسمي أشعر وأنا واقف مكاني بسمعه، حد بيصفر لحن زي الموسيقى لكن برتابة. المرة دي فضل ثواني أطول وبعدها توقف تاني. الثواني دي كانت كفاية علشان أقدر أقول بثقة إن ده مش لحن جاي من راديو، ده حد بيصفر بلحن مخيف ببطء وسط الضلمة. والحد ده قريب مني قوي. حاولت أسيطر على خوفي، مشيت ناحية عربيتي ببطء. حاولت أفتح باب العربية وأدخل، وافتكرت إني كنت قافل العربية. حطيت إيدي في جيبي وبدأت أدور على مفاتيحي بخوف. صوت الصفارة كان أقرب المرة دي، بيصفر حتة تانية من اللحن. بدأت أدور على مفاتيحي بسرعة، إيديا طبعا كانت بتترعش. خرجت المفتاح وفتحت الباب، والصوت اتكرر للمرة التالتة، والمرة دي كان جاي من ورايا. كان في ريحة غريبة بدأت تنتشر في المكان، ريحة زي ما تكون مزيج من القرفة والثوم والكبريت، ريحة أقرب لريحة البيض المتعفن. فتحت الباب ببطء. صوت الصفير توقف تماما. الريحة كانت بتزيد وبتقرب. حسيت بنفس سخن جدا على رقبتي من ورا. اللي حصل بعد كده حصل بسرعة جدا. دخلت عربيتي، قفلت الباب، غمضت عينيا. ما كانش عندي الجرأة أبص على الشيء اللي كان واقف ورايا. دورت العربية ومشيت بسرعة. المرة دي النوم هرب. ما وقفتش غير لما وصلت للمدينة.
وصلت بيتي ورغم خوفي نمت زي القتيل. ما كانش عندي أي تفسير للي حصل. مع مرور الأيام بدأت أنسى اللي حصل وأشيله من دماغي، وأقنعت نفسي إنه كان حلم يقظة أو هلاوس قلة نوم. لكن امبارح صحيت على ريحة غريبة مالية الأوضة بتاعتي. ريحة أنا كنت عارفها كويس، ريحة زي ما تكون مزيج من القرفة والثوم والكبريت، ريحة أقرب لريحة البيض المتعفن. قعدت في سريري، عينيا مفتوحة بخوف وقلبي بيدق بجنون، وبعدها سمعته. صوت الصفير كان جاي من تحت سريري. خرجت من البيت بجري زي المجنون، خبطت على بيت جيراني ودخلت بيتهم بسرعة. قفلت الباب ورايا وقلت لهم إن في حد اقتحم بيتي. ده طبعا كان أسهل من إني أشرح لهم اللي بيحصل. اتصلنا بالشرطة اللي جت بسرعة جدا وما لقوش أي حاجة. مفيش علامات اقتحام ولا في أي حاجة ناقصة أو مسروقة. مفيش دليل واحد إن كلامي صح. نمت عند جيراني اللي تفهموا موقفي، والصبح رجعت بيتي. أول حاجة عملتها هو البحث. في البداية كل حاجة كانت طبيعية، لكن بما إن الصوت كان جاي من تحت سريري فقررت أدور كويس قوي تحت السرير. تحت السرير كان في قذارة، حاجة غريبة لونها رمادي زي الجلد الناشف. حاجة بتقول إن كانت في حاجة نايمة تحت سريري طول الليل. معرفش المفروض أعمل إيه. أنا بحكي لكم اللي حصل علشان لو حصل لي حاجة تبقوا عارفين. اللي مخوفني مش اللي فات، اللي مخوفني حاجة تانية. لما فكرت في الموضوع بهدوء لقيت إن أيا كان الشيء اللي كان بيصفر وبيسمعني اللحن ده كان كل مرة بيقول جزء منه، وكل مرة كان بيقف ويبتدي من الجزء اللي بعديه. فكان كل اللي شاغل بالي هو إيه اللي هيحصل لما اللحن ده يكتمل للآخر. في كل دولة وكل مدينة وكل حي وكل بلدة في أسطورة بتنتقل من شخص لآخر ومن فرد لآخر. محدش بيكون عارف أصل الأسطورة دي إيه، لكن بالنسبة لي فأنا عارف أصل أسطورة البلدة بتاعتنا. عارف أصل أسطورة رجل حلوى الذرة. عارف أصلها لأني أنا اللي اخترعتها. الموضوع بدأ لما كان عندي 11 سنة. أخويا مايكل كان عنده 7 سنين وقتها. كانت سنة 2002. كان في بيت مهجور قديم بنعدي عليه كل يوم في طريق رجوعنا من المدرسة. الرجل حلوى الذرة كان عايش في البيت ده. قلت كده لمايكل في يوم من الأيام. محدش يعرفه أو شافه كويس. كل اللي نعرفه عنه هو إن ريحته زي ريحة السردين الني، وعنده إعاقة جسدية مخلية صوابع إيده أطول من اللازم بكتير. قلت لمايكل إنه لو عايز رجل حلوى الذرة ما يضايقوش لازم كل هالوين يحط له قطعتين من حلوى الذرة على عتبة بيته، لأن هو ده نوع الحلوى اللي بيحبه، وعشان كده سموه رجل حلوى الذرة. وما تضايقوش لأنه لو اتضايق منك مش هيسيبك إلا وانت ميت مهما حصل. مايكل صدقني بدون تردد. لسه ضميري بيأنبني بسبب الموضوع ده. ما كانش لازم يعني أكدب عليه. حتى لو أنا كنت طفل ده ما يدينيش الحق أكدب على أخويا. لكنه صدقني وبدأ يحكي قصة رجل حلوى الذرة لكل الأطفال اللي في الحي. وبسرعة بدأت الأسطورة تنتشر في البلدة كلها. كنت فخور بنجاحي في خلق أسطورة هتعيش لسنين طويلة في البلدة. ومع مرور الوقت بدأ الناس يضيفوا حاجات للأسطورة. بدأوا يقولوا إنه رجل متشرد مجنون. إشاعات تانية قالت إنه روح طفل مخطوف ومات في الغابة. وبسرعة جدا تحول رجل حلوى الذرة لأسطورة كاملة. مايكل بقى عنده عادة، كل هالوين لازم يروح يسيب قطعتين أو 3 من حلوى الذرة على باب البيت. وطبعا كانوا بيختفوا تاني يوم. غالبا حيوان الراكون كان بيشوفهم وبياكلهم، وده كان بيخليه يصدق أكتر. بدأ يحكي لباقي أطفال الحي وهو متحمس جدا. بدأ ياخد صديقه المفضل جوردن معاه، وبدأ يتحول الموضوع لعادة أسبوعية. في كل أجازة آخر أسبوع ياخد جوردن ويقولوا لنا إنهم رايحين يأكلوا رجل حلوى الذرة. بابا وماما كانوا بيبتسموا وبيسيبوهم يروحوا طالما مفيش ضرر بيحصل يعني. ما كانش لازم أكدب على مايكل، لأن مايكل اختفى قبل الهالوين بيومين. المدرسين بتوعه قالوا إنه مشي من المدرسة في ميعاده، لكنه ما وصلش البيت. لسه فاكر رجال الشرطة لما زاروا البيت. بلدتنا الصغيرة تعداد السكان فيها كان أقل من 30,000 نسمة.
واختفاء الأطفال مش حاجة معتادة فيها. ماما كانت في حالة نفسية صعبة جدا، كانت بتنام على الأرض ورا الباب علشان لما مايكل يرجع يلاقيها مستنياه. بابا ساب شغله وبقى يلف في البلدة بالعربية ينده على مايكل زي المجنون. كانوا بيعملوا كل اللي يقدروا عليه، وأنا للأسف ما عنديش حاجة أعملها غير إني كنت بعيط. طبعا ما احتفلناش بالهالوين السنة دي، مرضتش أنزل من البيت أجمع حلوى من غيره. قعدت مع ماما على الأرض ورا الباب الأمامي، وكنت مستني رجوع مايكل أنا كمان. حوالي الساعة 5 بدأ الأطفال يزوروا البيت ويطلبوا حلوى، لكن ماما ما كانتش بتفتح الباب لحد. بعد شوية سمعنا صوت جوردن صاحب مايكل، كان ماسك كيس كبير مليان بحلوى الذرة. قال لماما: أنا لازم أروح أدي الأكل للرجل حلوى الذرة، لكن أنا خايف قوي، ممكن تيجي معايا؟ ماما حضنته وقالت له إنه لازم ما يخرجش لوحده. جوردن سألها لو هتقدر تروح معاه ولا لأ علشان ما يكونش لوحده. رفضت وقالت له بلطف إنها لازم تكون هنا علشان لو مايكل رجع يلاقيها. البيت كان قريب من بيتنا، لكن الليل كان ليل وجوردن كان خايف بسبب اختفاء صديقه المقرب. طلب مني أروح معاه، فبصيت لماما ووافقت بشرط إني آخد تليفوني معايا علشان تقدر توصل لي بسهولة. مشينا لحد البيت القديم. البيت كان مهجور ومظلم كالعادة، ريحته سردين ني. جوردن قرب من الباب وقال بصوت خايف بيترعش: ممكن يا رجل حلوى الذرة تاخد الكيس الكبير ده، بس ترجع لنا مايكل؟ أرجوك، هو وحشنا ونفسنا يرجع ونشوفه، شكرا مقدما. فتح الكيس ورماه قدام الباب وبصلي وقال: أتمنى مايكل يرجع. قلت له أنا كمان. وساعتها شفناه، إيد قذرة ليها أصابع طويلة جدا خرجت من فتحة دخول الكلب وبدأت تحسس على الأرض لحد ما وصلت للكيس. كانت إيد بشرية، لكن شكلها كان مرعب. سحبت الكيس لجوه وبدأنا نسمع صوت المضغ من ورا الباب. جرينا بسرعة وخوف أنا وجوردن، ما وقفناش لحد لما وصلنا بيتنا. حكينا لماما على اللي شفناه، لكن بطبيعة الحال هي ما صدقتناش، ومش هقدر ألومها على ده بالمناسبة. في النهاية نجحت إنها تهدي جوردن وترجعه بيته بسلام. الساعة 10 بالليل باب البيت بتاعنا كان بيخبط بقوة. رجال الشرطة كانوا واقفين على الباب وفي إيديهم مايكل. كان شاحب وباين عليه الصدمة، ملفوف في بطانية وبيترعش، لكنه كان بخير. حضناه وعيطنا زي المجانين. ماما بعدتنا كلنا عنه وحضنته بدون ما تتكلم ولا كلمة. حضنها وهو بيبتسم في ضعف، قال لنا إنه تعبان وعايز ينام شوية. بابا طلعه أوضته ونام في أقل من دقيقة. عدلت المخدة تحت راسه بهدوء علشان يرتاح في نومه، ورجعت تاني ناحية غرفة المعيشة وسمعت رجال الشرطة بيكلموا ماما وبابا. لو دخلت مش هيخلوني أسمع بيقولوا إيه، كان لازم أتصنت عليهم، وده اللي أنا عملته فعلا. واحد من رجال الشرطة كان بيقول: جالنا مكالمة من حوالي ساعتين، طفل مش بيتحرك موجود في حديقة في بلدة مجاورة بتبعد عن هنا حوالي نص ساعة، وجنب الطفل ده لقينا جثة راجل في الأربعينات من عمره، رقبته مكسورة وعليها آثار صوابع طويلة غريبة. اللي قتله واضح إنه شخص قوي جدا. مايكل تعرف على القتيل ده وقال إن ده الراجل اللي خطفه، لكنه رافض يحكي أي حاجة تانية أو يقول لنا حتى إيه اللي حصل. حالته ما تسمحش طبعا إننا نضغط عليه، فعلى أي حال القضية اتقفلت لأن الخاطف مات والطفل بأمان، وهو ده المهم بالنسبة لنا. ولحد النهاردة بعد 16 سنة لسه مايكل مش راضي يحكي إيه اللي حصل، بس لازال محافظ على عادته اللي بقت يومية بإنه يسيب أكل وشرب كتير على باب بيت رجل حلوى الذرة. الموضوع ده حصل من كذا شهر، أنا لسه بتعالج بسببه لحد دلوقتي. الدكتور بتاعي قال لي إني محتاج أحكي اللي حصل علشان ده هيساعد في تحسن حالتي. بقالي سنين كتير قوي ما كلمتش أختي، علشان كده اتفاجئت لما بدأت تبعت لي رسائل نصية. ووالدي ووالدتي اتطلقوا لما كان عندي 15 سنة، وأختي راحت مع ماما وأنا فضلت مع بابا اللي منعني من أي تواصل معاهم.
لما خلصت دراستي الثانوية رجعت أتواصل مع والدتي مرة تانية. النهاردة لما بقى عندي 23 سنة كنت في قمة سعادتي وأنا بتواصل مع أختي مرة تانية. مش معايا سكرين شوت للمحادثات، بس أنا حافظهم وهقول لكم إيه اللي حصل بالتفصيل. إزيك يا مايكل؟ من فترة طويلة ما تكلمناش. إزيك؟ ياه يا جينا، بقالنا سنين طويلة. حياتي ماشية بشكل كويس. اتخرجت من الجامعة الصيف اللي فات واشتريت شقة صغيرة ولطيفة. طمنيني عليكي، انت ازيك؟ معرفش عنك حاجة انت وماما من زمان. احنا كويسين. انا كمان اتخرجت وعندي شقة لطيفة وشغلي ماشي بشكل كويس. مبسوطة قوي اننا اتكلمنا تاني. فضلنا نتكلم في الرسايل لحد ما اضطريت امشي علشان عندي شغل. كنت فرحان اني بكلمها بعد المدة دي، مش قادر اصدق انها لسه فاكرة رقم تليفوني. بعد يومين اتكلمنا للمرة التانية. قالت لي انها جاية المدينة اللي انا عايش فيها بعد يومين علشان ظروف شغلها، وحابة اننا نتقابل ونشرب قهوة. بعت لها عنوان الكافيه المفضل بتاعي علشان نتقابل فيه. مش قادر اصدق اني خلاص هشوف اختي بعد السنين دي. وصلت الكافيه بدري شوية وطلبت فنجان قهوة. البنت اللي شغالة في الكافيه كانت دفعتي وعارفين بعض كويس. قعدت مكاني وفضلت استنى، زهقان وبقلب في الانستجرام بتاعي. عدى 10 دقايق، 20 دقيقة، 40 دقيقة، وفي النهاية بدأت أقلق. بعد لحظات تليفوني رن. بصيت على الشاشة وكانت أختي هي اللي بتتصل بيا. رديت عليها فورا. ألو؟ لحظات صمت وبعدها سمعت صوتها. أنا حاسس إنه متغير، حاسس إن في حاجة غلط. فقالت لي: الو مايكل، انا اسفه جدا اضطريت الغي الرحله في اخر دقيقه، ولسه حالا شحنه تليفوني وحبيت اكلمك اطمنك. انا اسفه. لا ولا يهمك، حصل خير. طيب هنتقابل في وقت تاني أكيد، مش كده؟ اكيد طبعا. انا عايز اقول لك ان الشغل بتاعي هينتقل في مدينه قريبه قوي منك، وهقدر ازورك بانتظام بعد كده. صوتها كان فرحان ودي حاجة طمنتني. علاقتنا بتتحسن وبنقرب من بعض أكتر. فضلنا ساعة تقريبا نتكلم لحد ما اطمنت عليها وقالت لي إنها مضطرة تقفل علشان جعانة. قفلت ورحت أدور على حاجة كلها أنا كمان، وخلصت أكل ورجعت شقتي. بقالنا 5 شهور بنحاول نتقابل أنا وأختي. بقالها 5 شهور بتقول لي إنها قربت تنتقل للمدينة القريبة مني. كنت مشغول جدا في شغلي اللي بمر فيه بأزمة. بدأت أبعد عنها تاني ورجعنا ما نتكلمش كتير زي الأول. في النهاية بعتت لي رسالة وقالت لي إنها عايزة تعزمني على العشاء. فبصراحة فرحت جدا لأني كنت حاسس بوحدة فظيعة. زميلي في السكن انتقل لشقة تانية وسايبني لوحدي خالص. علشان كده قررت أروح أقضي مع أختي وقت لطيف. فضلت دافن نفسي في الشغل لحد ما في النهاية جه اليوم اللي أختي حددته علشان نتعشى فيه سوا. كنت متحمس جدا. بعت لها رسالة قلت لها إني في الطريق، معايا شنطة صغيرة فيها بعض الحاجات اللي هحتاجها، الشحن بتاعي، هدية لطيفة لأختي، وشوية هدوم كده. رحت محطة القطر وقطعت تذكرة للمدينة اللي هي قالت لي عليها. الجو كان برد شوية. دخلت القطر وقعدت على الكرسي بتاعي، ولما وصلنا خرجت من المحطة ووقفت بره المحطة ثواني وأنا بفتكر إن أختي لحد دلوقتي ما قالتليش على العنوان بالظبط. طلعت تليفوني واتصلت بيها: إزيك؟ أنا قريب بس مش عارف العنوان. قالت لي العنوان بالتفصيل. مشيت في الشارع اللي وصفته. بدأت أبص على الأرقام اللي متعلقة على البيوت وتليفوني رن. كانت هي. قالت لي: انا شايفاك. بصيت لفوق ودورت عليها وفي النهاية شفتها واقفة في شباك كبير وسط ستاير لونها بنفسجي وبتشاور لي. دخلت البيت وطلعت على السلالم المعدنية. دورت على شقتها، الشقة رقم 12. خبطت على الباب ووقفت مبتسم وسمعت صوتها بتنده عليا من جوه. قالت لي: ادخل علشان أنا مكسلة أقوم استقبلك بصراحة. زقيت الباب بإيدي وكان مفتوح. أول حاجة لفتت نظري كانت الضلمة. مفيش أي أضواء مفتوحة جوه الشقة. الحاجة التانية كانت إن مفيش أي أحذية على الباب ولا في شماعة هدوم جوه، وده غريب. لكن ده ما كانش المهم. المهم كانت الريحة. ريحة مش حلوة على الإطلاق، ريحة كريهة. والصناديق، صناديق مقفولة فيها كل حاجة هي بتملكها. بس هي قالت لي إنها انتقلت للشقة دي من أسبوعين. ليه سايبة حاجتها في الصناديق لحد دلوقتي؟ مشيت ورا الصناديق علشان أشوف الكنبة، وهناك
الدم نشف في عروقي ووقفت زي المشلول. كانت مرمية على الكنبة ميتة، الدم مالي كل حاجة وفي كل مكان، وشها مشوه بشكل خلى التعرف عليها صعب. قربت من الجثة وأنا مش عارف أنا بعمل إيه. قربت منها، كان في إيديها مسدس صغير. هعفيكوا طبعا من التفاصيل اللي انتوا كلكم متخيلينها بالتأكيد. رجعت لورا بسرعة، خبطت في الحيطة ووقعت على الأرض. دي جثة حد مات من أسبوعين على الأقل. بس لو كده، مين اللي كان بيكلمني في التليفون؟ مين اللي شاور لي من الشباك؟ ومين اللي قال لي عنوانها؟ ولحد هنا بتكون نهاية ملفنا النهاردة ونهاية حكاياتنا النهاردة في بودكاست الأرشيف. اللي ما عملش لايك ينزل يعمل لايك دلوقتي، اللي ما عملش سبسكرايب ينزل يعمل سبسكرايب واعملوا شير لو شايفين ان البودكاست ده يستاهل ان الناس تعرف بيه. انتوا كنتوا بتسمعوا بودكاست الأرشيف وكان معاكم خالد محمد، ولحد ما نتقابل الحلقة اللي جاية في ملف جديد، أشوفكم على خير.